وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة موريانو. طبعا احنا دلوقتي في سلسلة من السلسلة اللي احنا بدأناها من ايام عربية اكل شوارع. قلنا بقى ايه نكمل الموضوع دوت ونكمل السلسلة ديت على اساس ان احنا ايه نشوف مطاعم جديدة، قعدات جديدة، اماكن جديدة ممكن نروح نجربها. فسلسلة الفسحة ديت هتكون يعني ايه ما هو خارج الاستوديو. فبس النهاردة عندنا مطعم اسمه سايد تشيك. دخلت على الانستجرام بتاعه لقيت ان هو بيقدم ستايل مختلف، يعني مش معروف يعني في مصر يعني قوي. زائد البوستات بتاعته يعني ممكن اوريها لكم هنا، شكلها اللي هو ايه يدي ستايل امريكان شويه في حته الديزاينز وكده. قلنا بقى ممكن نجربه، وبرده يعني شفنا سندوتشات زي السندوتش دوت ودوت، فحسينا اللي هو مثلا لا هيكون تجربه جديده حلوه يعني. زائد نشوف برده يعني هل هو بيطلع نفس الشكل اللي محطوط في الصور ولا لا. يعني مثلا عندك التشيلي، كان اسمه تشيلي ايه؟ تشيلي ماونتن دوت، يعني بص شكله عامل ازاي. نشوف بقى هل هو فعلا عامل كده فعلا ولا ايه. فبس احنا طلبنا الاوردر وهنرجع لكم ان شاء الله اول ما يجهز. ندخلوك بقى ايه شويه شطات زي ما متعودين في كل سلسله، زي ما هتبقى في السلسله على طول يعني. يلا بس خلاص. قول لي بقى ما سجلتش كل ده. كده هو عامة نزل لنا أغلب الأكل، يعني هو تقريبا لا كل الأكل كده نزل كده، ما فضلش بس العصر. كده نزل لنا التشيكن تركي والريزو ده تقريبا الجام برجر، وطبعا الهوت دوج، ودوت التشيلي ماونتن. هو انا مش عارف، هو شكله مش شبه الصورة قوي يعني، بس شكله مش شبه الصورة قوي يعني، بس قشطة يعني. هنشوف اهم حاجة ايه الطعم زي ما انا كنت معودكم من الحلقة اللي فاتت. ودوت الكلاسيك، وغالبا الكلاسيك يعتبر هو الاكبر واحد فيهم. وطبعا كل الاوردرات بتنزل لك مع بطاطس كرينكل، وزودنا عليهم صوص رانش وتكساس. حلو الكلام، تمام. هنبدا بايه بقى؟ خلينا نبدا بقى من اول الكلاسيك، نشوف كواليتي اللحمه عامله ازاي. بعد كده بقى نخش ايه على الحاجات اللي بعدها. يلا بينا نبدا على اول سندوتش، وهو تمام. اول سندوتش معانا هو الكلاسيك برجر دوت، المفروض ريجولار بتاعه، او تقريبا شكله اكبر واحد فيهم يعني. هو باقي السندوتشات تحس ان هي صغيره كده بيبقى شكله. يلا نقول بسم الله. بالنسبه للكلاسيك برجر انا لاحظت ان اللحمه مش اللحمه العاديه، هي سماش برجر. زائد ان العيش هو طعمه مختلف، تقريبا ده عيش بريوش، لكن طعم اللحمه طعمها حلو قوي. حته ان الصوصات متكلفه، وحجم السندوتش يعتبر كويس. دوت السندوتش بقى بكام؟ ده سندوتش تقريبا كلاسيك ب 75 جنيه. طبعا بينزل معاه كرينكل. خلينا بقى ايه ندوق الكرينكل لوحدها عشان قبل ما نجربها في الصوصات. هو بص الكرينكل هي عليها البهارات اللي هي بتتحط على البطاطس، اغلب المطاعم دلوقتي بدات تحطها. خلينا بقى نجربها بالتكساس. برضو حاجه كويسه منهم، هو بص هحط لك كب كبير، ودوت الكب دوت عامل له 10 جنيه. خلينا نجرب التكساس اللي هو البيك تيست، هو نفس الطعم تقريبا، فدي حاجه كويسه يعني. هتكمل معانا باقي الحلقه دي. بالنسبه بقى للكلاسيك برجر فهو مكوناته عاديه جدا، بيكلز، خس وطماطم وعيش وبصل، فهو بيزك جدا. فخلينا بقى نخش على الحاجه اللي بعدها، مثلا ممكن تكون فيها اضافات كويسه تحسن مثلا من الطعم شويه. ويلا بينا على اللي بعده. هو تقريبا دوت الجام برجر دوت بيبقى مكون من ايه؟ كارملايز اونيون، في بيكن وبيكل والبرنايه العاديه، وفي سويت تشيلي تقريبا. دوت المفروض يعني يكون مختلف عشان في سويتنس كده مثلا شويه. خلينا ندوق نجرب. الجام برجر هو من اسمه تقريبا يعني تقريبا هو فيه شويه سويتنس اكنه حاطط عليه مربى، بس دوت تقريبا من السويت شيري. هو انا مش حاسس باي تشيري خالص، بس حاسس بطعم السويتنس دوت شويه. مش حاسس برضو بطعم البيكن قوي، او ممكن عشان البيكن جوه، فاحنا ممكن نجرب قطمه ثانيه.
تمام. احنا وصلنا يعني البيكن، بس طعمه خفيف قوي بالنسبه للسويت تشيلي اللي هو موجود فيه، فهو مدي اضافه كويسه للساندوتش لو انت بتحب اللي هو ايه سويتنس مع شويه سولت كده شويه. الجيم برجر دوت كان عامل له 110 جنيه. تمام. نخش على اللي بعده. ثالث ساندوتش معانا هو التشيلي ماونتن. التشيلي ماونتن بقى هو عباره عن خس، امريكان تشيز، وبيكلز، صوص التشيلي، فاظن ان دوت هيكون حراق اكتر يعني. مش شبه الصوره خالص. احنا لما اتكلمنا الراجل قال لنا ممكن مثلا عشان احنا كنا رافعين البن وبتاع، بس لا، بس اهم حاجه ايه؟ طعم، زي ما كل مره بنقول. فاحنا هنشوف بقى دوت هل هو هيبقى فعلا تشيلي ماونتن ولا لا. هو ما بقاش ماونتن، هو بقى دلوقتي ايه؟ دلوقتي هنقيم على اساس اللي هو تشيلي ولا لا. تمام، يلا بسم الله. بالنسبه للتشيلي ماونتن، لا هو في حته تشيلي سيكا، بس هو برده مش حراق قوي يعني. انا كنت محسبه اللي هو ايه تشيلي ماونتن. بالنسبه لانه سندوتش جديد يعني، وحاطط لك جنبيه اللي هو ايه تشيلي بقى وحار بقى وما اعرفش ايه، هو في لسعه بس تشيلي، فلا تمام. هو ككونسبت هو كويس، بس لسه برده ما وصلتش للحاجه اللي هي اقول عليها ان هي تخطفني مثلا، اللي هو واو لا انا عايز اكل منه تاني اكتر من مره بتاعه. لكن كتقديم وككواليتي لا، هو لحد دلوقتي شغال فل. نخش بقى على السندوتش اللي قبل الاخير معانا، وهو قبل الاخير بقى سندوتش معانا، وهو التشيكن برجر. ده احنا جبناه تشيكن تركي. ليه بقى؟ لان كان في باقي الحاجات كانت بيزك قوي تقريبا بالتشيلي، واحنا جبنا الماونتن تشيلي، فقلنا عايزين ايه نجرب حاجه جديده يعني. جبنا تشيكن تركي. هو الصراحه يعني هو شكله محترم جدا وحشوته مليانه جدا. هنا حاطط لك قطعه كبيره من التركي، وحاطط لك تقريبا قطعه فراخ كبيره جدا كريسبي، وهنا حاطط لك بيكلز وطماطم وصوص كتير تحت وخس. هو تحس انه محتواه بيزك، بس يعني لا هو شكله حلو قوي. خلينا بقى ايه نجرب. تقريبا دوت ممكن اكتر حاجه هتعجبني. بسم الله. وبالنسبه للتشيكن تركي، لا هو تحفه جدا يعني. بصوا لما اكلنا من هنا، حته الفراخ كبيره جدا، زائد ان التتبيله بتاعتها كويسه، والتركي يعني انا كنت بحسب عشان هو حاطط شريحه واحده، فانا كنت بحسب ان هو مثلا طعمه مش هيبان قوي التركي بتاعه. هو هنا تقريبا ديت مش فراخ اللي هي المعجونه، لا ككواليتي تحفه جدا. تقريبا احنا ما اديناش تقييمات النهارده. الكلاسيك احنا قلنا هيبقى التقييم من 5 صح؟ الكلاسيك هيبقى مثلا ممكن نقول 4 من 5. التشيلي ماونتن يعني ما حسيتش اللي هو شبه الصوره قوي، ففي اكسبكتيشن وقعت برده. ما حسيتش بطعم حراره قوي، لان انت قلت لي دوت تشيلي، فانا حسيت ان هو انا محتاج حاجه تكون حراقه قوي يعني. هياخد للاسف 3 من 5. الجيم برجر هو برضو يعني انا كنت محتاج مثلا صوص يبقى اكتر سيكه. هو اوكي تمام وصل لي حته السويتنس، انا كنت محتاج الصوص يبقى اكتر سيكه، لان برضو طريقه العرض بالنسبه للسعر اللي احنا دافعينه فالمفروض يكون اكتر شويه. الجام هنديله مثلا اقل شويه، مثلا برضو هيبقى 3 من 5 زي التاني برضو. بالنسبه للتشيكن بقى دوت الصراحه هديله 4 من 5، لان طبعا زي ما احنا عارفين كمال لله وحده، ف4 من 5. كده فاضل لنا اخر سندوتش معانا، وهو الهوت دوج. احنا جبناه سموكي هوت دوج، هو شكله عادي يعني فاهم، والهوت دوجايه كبيره ومحترمه. وعندك تقريبا دوت بيبروني تقريبا، وعندنا امريكان تشيز وخس وطماطم. خلينا بقى ايه نشوف طعمه عامل ازاي. بسم الله. لا هو الصراحه الهوت دوج لا هو طعمه حلو سموكي، والكواليتي بتاعته كويسه. ده هنديله مثلا 4 من 5 زي الباقيين، انا حاسس ان الكواليتي احسن فيهم. يلا بينا بقى نخش على الابيتايزرز والريزو والكلام دوت كله. احنا كده خلصنا السندوتشات، او احنا عامه ما جبناش المنيو كلها، احنا قلنا نجرب حاجه من كل حاجه عشان برضو يعني ايه نشوف الكواليتي كويسه ولا لا. خلينا بقى نخش على الريزو، وبعد كده هنخش على باقي الابيتايزرز. تمام يلا بينا. ودلوقتي معانا الريزو. هو اغلب الناس عامه بتقارن الريزو على اساس اللي هو بتاع كي اف سي وكده، فهو تقريبا نفس شكل كي اف سي، بنفس العلبه بنفس كل حاجه بنفس الشكل، حتى الباربيكيو هو كان فيه اما باربيكيو اما شيلي صوص. احنا قلنا ايه عشان ايه نقارن بكي اف سي على طول، فجبناها بالباربيكيو. تمام خلينا بقى ايه نقول بسم الله. بالنسبه للريزو فهو تتبيله الفراخ يعني ما حسيتهاش قوي كريزو، وككميه فراخ وككميه صوص، فدوت مثلا هياخد 3.5. ليه بقى 3.5؟ لان تتبيل الفراخ شيء اساسي في حته الريزو. انا باكل مثلا رز وفراخ، فانا محتاج ادوق في الفراخ تتبيله كويسه على اساس اللي هي تشدني اللي انا اكمل باقي الطبق. بس ككميه وصوصات وكسعر، هو عامه سعره كان عامل 45 جنيه، فبالنسبه للسعر والكميه ديت كده لا هو
جود. تمام، ونخش على الابيتايزر. التشيكن وينجز احنا جبناها بالبافلو صوص وديبت، ما جبناهاش اللي هو صوص من بره، فهو تقريبا احنا سيبناها شويه لحد ما الصوص نشف عليها، فيعني حلو. احنا جبناها فرايد، ما جبناش بيكت. البيكت كانت هتقعد معانا اطول، فخلينا ندوق بقى بسم الله. يعني بالنسبه للتشيكن وينجز ولا حلوه ولا حلوه والله حلوه. بالنسبه للتشيكن وينجز لا هي حلوه، ديت ممكن تاخد 4 من 5 بالجداره، يعني هو مفيش حاجه هتوصل 5 من 5. تمام، عشان نبقى متفقين. ممكن اخد حته كمان بقى. تمام، واخر حاجه معانا خلاص الابيتايزرز وهي التشيكن نيبل. هو اسمها غريب شويه بس يعني قشطة. هو تقريبا هي بتبقى فراخ محشيه جبنه، وبيبقى جاي معانا، واحنا اخترنا الصراحه صوص رانش، فهو جاي معاها صوص رانش. خليها بقى ايه نشوفها من جوه عامله ازاي. ده كده بيبقى شكلها من جوه. احنا ما قلنا تقريبا هي بتبقى فراخ زي الناجتس يعني، بس بقى فرايد اكتر. ديت سعرها كام؟ ديت سعرها 75 جنيه. تجيلك تقريبا 1 2 3 4 5 قطع وبوتاس كرينكل. اغلب اصلا الوجبات ديت بتقدم مع بوتاس كرينكل، فبالنسبه للسعر يعني فهي كويسه انك بدل ما تطلب كومبو كده. خليها بقى ايه نجربها مع الصوص اللي احنا جايبينه. بالنسبه لكميه الصوص برده فهي محترمه جدا يعني. خلينا كده ايه نقول بسم الله. بصوا بالصوص طعمها حلو قوي. خلينا بقى نجربها لوحدها. تمام، بالنسبه للتشيكن نيبلز لا هي كويسه جدا، زائد ان الصوص اللي بيجي معاها برده يعني بيديها تيست اكتر. فانت لو اكلتها لوحدها كويسه، لو اكلتها بالصوص كويسه. ديت نديها كام؟ نديها برده 4 من 5. كده فاضل لنا ايه؟ كده ما فاضلناش حاجه تقريبا الا العصير، فخلينا ناكل البطاطسيه ديت ونخش على العصير. تمام، كده نكون خلصنا اللي احنا طلبناه. وبصوا احنا ممكن نعمل حركه حلوه. كل اللي احنا اديناهم 4 مثلا بواحد هو اللي هياخد 5 من 5 دوت، عشان نشوف يبقى هو نجم الحلقه دوت، اللي انا ممكن اجي تاني المطعم دوت اجربه. تمام، واللي ممكن يطلع معانا 5 من 5 وهو الفراخ صراحة عجباني جدا. بالنسبة للتتبيلة، بالنسبة للتركي اللي موجود فيها، بالنسبة للصوصات، بالنسبة لكل حاجة، حجم الفراخ، كل حاجة كانت حلوة فيها. يعني هي الوحيدة اللي مخيبتش ظني، هي الوحيدة اللي في الصورة، هي اللي في الواقع. الفراخ 5 من 5. تمام، وخلاص بقى كده ايه هنجرب الفرابيه. جبنا فرابيه نوتيلا وفرابيه كراميل. خلاص كده هنجرب بقى الفرابيه ونختم الحلقة. لا الفرابيه تحفه جدا يعني دوت، يعني ممكن انا مش هبالغ يعني، بس يعتبر من احسن الفرابيهات اللي انا شربتها لحد دلوقتي. ممكن تجي له مخصوص عشان اشرب فرابيه بتاعه بس. بيطلع في المايك على فكره. بيطلع يا جدع. فانا ممكن اصلا اجي عشان الفرابيه وعشان الفرايد تشيكن ديت. فانا ممكن اجي اطلب فرايد تشيكن ب 75 جنيه، ينزل معاها فرايز، واطلب لي فرابيه دوت. الفرابيه ما قلناش الفرابيه بكام، فالفرابيه نوتيلا ب 60 والكراميل ب 50. تعتبر وجبه كويسه جدا بالنسبه للكومبو والسعيده كلها. فدوت كده حلقتنا النهارده في مطعم سايد تشيك، ونستناكم ان شاء الله في حلقه جايه، ممكن تكون في استوديو او نكمل سلسله فسحه ايهما اقرب مش عارف لسه. تمام، وديت حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وطبعا فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوا حلقاتنا الجايه، وسلام.